طيب، ردا على ان في ناس بتتضايق لما حد بيقول ان اللي مش بيحب الحيوانات ان ده شخص غير سوي او قلبه جامد او ما عندوش رحمه. بص، خليني اقول لك حاجتين. في فرق ما بين ما بيحبش الحيوانات وفي فرق ما بين عايز يأذيهم. فلو انت واحد ما بتحبش الحيوانات، عندك فوبيا، بتقرف منهم، بتخاف، بس ما بتأذيهمش ولا بتفرح في أذيتهم، فانت تمام. احنا ما نقصدكش وانت ما تاخدش اي كلام عليك، احنا ما بنتكلمش عليك. ليه؟ لان انت شخص سوي. انت مش عاجبك ان كائن حي بيتأذي، انت مش عايز كائن حي يتأذي، فانت بره الايكويشن دي، انت مش في المعادله دي. لكن الناس التانية اللي بيبقوا عايزينهم يتأذوا ويجي في الاخر يقول لك والله ده رأي شخصي ما بحبهمش، لا ده مش رأي شخصي. ده انت واحد ما عندكش مشكله ان كائنات حيه تتعذب، ان كائنات حيه تتقتل. احنا بنشوف كومنتاتك على صور كلاب صغيره ميته جنب مامتهم وهم بيرضعوا، وتكتب احسن يا عم بلا قرف دول مالوا الشارع. لا انا كده خاف منك طبعا. لا طبعا لو اعرفك بشكل شخصي مش هتعامل معاك، لان دي ما فيهاش يا عم أنا ما فيهاش لا انا ما بحبهمش براحتي، لا مفيش حاجه اسمها كده. انت فرحان ان كائن حي بيتعذب، انت فرحان ان كائن حي بيموت. والموضوع ما بيقفش على حيوانات بس، ولو انت فاكره واقف على حيوانات بس، لا. ليه بقى؟ عشان بنسبة كبيرة هتبقى انت الشخص اللي بيبقى ردودك ايه، يستاهلوا ان هم يموتوا اصل هم تبع الفصيل السياسي معرفش مين. وبدون تفسير انت عارف قصدي على ايه. هيبقى بنسبة كبيرة انت نفس الشخص بتاع ما هي برضو ايه اللي خلاها تروح هنا، ما هي برضو ايه اللي خلاها تلبس كده. فلا، راجع نفسك كده، هتلاقي انت في مواقف مع بني ادمين بيبقى قلبك جامد، وبيبقى شايف ان اللي يختلف معاك يستاهل يموت. لو هي لابسه عريان وحصل لها حادثه اغتصاب او تحرش او لا قدر الله اتقتلت، هبص لابسه ازاي، بص ركبت العربيه معاه ازاي. فهنا قلبك جامد تجاه البني ادمين، بس انت برضه هتبررها زي ما بتبرر هنا ان اصل هم كتروا، اصل هم بيخوفوا العيال، بتبررها لنفسك ايه، اصل هي بنت مش محترمه. لما بيحصل برضه الازمات السياسيه، ايام الثورات او والناس بتشبط في بعض، وبنقول يا جماعه دي حاجه مؤسفه، احنا في الاخر ولاد بلد واحده ان ناس تموت. لا ده بيعجبه ولا ده بيعجبه. اللي تبع ده هيقول لك ده يستاهل الموت، واللي تبع ده هيقول لك ده يستاهل الموت. بنسبه كبيره لو دورت وراهم، وانا اعرف ناس منهم، هتلاقيهم من بتوع يأذوا الحيوانات. ليه؟ عشان القلب الجامد بيشمل كله. فانت ما بتبقاش حيوانات بس. الطفل الصغير اللي بيضرب حيوان، امشي كده وراه هتلاقيه بيضرب صحابه في المدرسة. لما يكبر هتلاقيه بيقلد الأغاني الشعبي والأفلام، وماسك المطوة بيعمل بيها كده ويغز صاحبه، زي الحادثة اللي حصلت من قريب، إن ناس مش فاكر في إعدادي ولا في ثانوي ضربوا صاحبهم بالمطوة عشان ما رضاش يغششهم. فلو قلبك جامد تجاه الحيوانات وعايزهم يتأذوا، مش إنك ما بتحبهمش، عايزهم يتأذوا، فأنت غير سوي.